أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده. ككل صباح أبدأ يومي بنشاط. آخذ كتبي وأنطلق من بيتي إلى جامعتي. بسم الله. رب زدني علما ونورا، ووفقني لما تحب وترضى. رب اجعل لي بكل خطوة حسنة، ولي رفيقة تشاركني تفاصيل يومي، تتسارع خطواتي لألتقي بها، ونبدأ يومنا الدراسي معا. وعند الشارع الرئيسي تبدأ القصة. نمد ايدينا للكية، نفتح الباب ونركب، وبعدنا ما قايلين بسم الله، وأبو الكية يفاجئنا بطريقته المبتكرة بغلق الباب، وننطي لفلوس جديدة عبالك مكوية، وترجع لنا يا عين يا ليل كأنه كانت بحرب. وطبعا ما يكمل المشوار إلا بوجود مدخن يطلع الجيجارة بهدوء وبرود أعصاب، يشعلها. عجيب أمرك يا أخي، ليش ما تحب الجيجارة لوحدك؟ مو ضروري تشارك الآخرين هذا الحب القاتل. ضر نفسك بس لا تضر غيرك يا أخي. حس، وفوقاها حتى الشباك بالقوة ينفتح، وفجأة شنو السالفة أخوي؟ شنو السالفة؟ ما تسمع غير شوف كريكم وعندك عيون. له يا عمو أبو الكية، طول بالك شوية. أما بعض النماذج من الناس هو اللي يعلي صوته بمنتهى الحرية. نجي مشوار. ايه ما شاء الله، هي يومية بصار ما اريد هالتشريب، ما عاد ما اريد. يا أخي ارحمنا شوية، ترى احنا مو بقهوة، قاعدين بكية. وياما عانينا من فقرة نازل والعمو يحكي بالتليفون وما يسمعنا. عم الله يخليك نازل، والعمو ولا يمه ملتهي بالتليفون والأغاني. وبعد كل هالمعاناة والإزعاجات تالي هالباب ما ينفتح إلا من برا. سائق الكية يسب ويشتم، والمدخن وحتى المتصل. عزيزي الطالب، قد يكون طريقك صعب وطويل وفيه الكثير من العراقيل، ولكن فكر قليلا بعقل واع. هل هي حياتنا هكذا دوما؟ ضع نصب عينيك أنك تستطيع فعل ما تريد، فافعل ما تفخر به، واصنع الخير فبالخير تنار الدروب.